لما بتعمليش السمك المقلي بالطريقة دي فحقيقي عمرك ما أكلتي سمك مقلي مقرمش وطعمه بيكون خطير جدا. حركة واحدة بس كده هنعملها للسمك وهيفضل مقرمش معاكي حتى بعد ما يبرد. فيلا كده سريعا نقول بسم الله ونبدأ مع بعض. السلام عليكم، ويلا كده سريعا. اول حاجة هنجيب السمك وننضفه ونغسله كويس جدا، واحلى حاجة تشيلك الزفارة من السمك ان انت تنقعيه 5 دقايق بس مش اكتر في مية ومعلقة من الطحينة، وتخليه سمايل كده، تخليه بيضحك معاكي علشان يطلع طعمه مسكر، يعني خليه كده يكون راضي عن اللي انت بتعمليه فيه. بعد كده هنمسك السمكية تكون ناشفة تماما، يعني نحطها في مصفى تتصفى من المية، ونجيب كمان مناديل مطبخ ونبدأ ننشفه. دي خطوة مهمة جدا علشان كده لحمه يتعتق بالتتبيلة بتاعتنا. بعد كده عملت فتحة بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهنركن السمك على جنب. هنيجي بقى لتتبيلة السمك. عندي كده ضرس من الثوم، قرن فلفل اخضر وقرن فلفل احمر، يكونوا حامي او بارد زي ما انت عايزة، وهعصر عليه كمان 3 ليمونات. وفي ليمونة انا شايلة الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت علشان دول اللي بيكونوا فيهم مرارة في الليمونة نفسها، ودي بقى هحطها بقشرها مع التتبيلة، ما تخافيش مش هتمرر ولا هيحصل لها اي حاجة. حطينا كده التوم في اي كبه او اي هون كده، وابدأي ان انت تدقيهم كويس قوي. حطينا كل حاجه، ودي الليمونه اللي انا قلت لكم عليها هشيلها، هقطعها كده بالنص، وهنشيل اي بذور موجوده فيها، وبرده على الكبه على طول بقشرها، مش هنقشر ولا اي حاجه. طعمها بيكون حلو جدا وبتخلي السمك كده مزز معانا. ناخد بقى الخليط ده كله ونضربه كده ضرب خشن شويه زي ما انت شايفه كده في الكبه. فرمتيه كويس خلاص، هاتي بقى بوله وابدأي حطي فيها التتبيله دي، وحطي معلقتين ميه مكان يعني التتبيله اللي كانت موجوده في البوله، خساره ما نرميهاش، نغسلهاش على طول. خلاص نحضر بقى البهارات بتاعتنا. كل دي معالق صغيره، معلقه صغيره فلفل اسمر، كمون، كزبره ناشفه، وتوم بودر، وبصل بودر، ومعلقه كمان صغيره من البابريكا، ونص معلقه صغيره من الشطه، وربع معلقه صغيره من الزعتر، ورشه ملح كده علشان نظبط طعم التتبيله. تمسكي بقى كل البهارات دي وتطحنيها كده مع بعضها، ولو ما عندكش كل ده مش لازم تشتري، ممكن تجيبي بهارات السمك اللي بتكون موجودة في السوبر ماركت، بتكون جاهزة وبيكون كمان طعمها قوي جدا. بعد كده عصرت 3 ليمونات كبار ومعلقتين كبار كمان من الخل. عايزة اقولك دوقي كده طعم التتبيلة دي، حقيقي بيكون خطير. اول ما تدوقيها كده هتستنتجي بعدين طعم السمك. بس كده خلاص قلبتهم في بعضهم. نجيب بقى السمك بتاعنا من اي فتحة احنا عاملينها، ونبدأ نحشي السمك بتاعنا كويس جدا. كتري في التتبيلة وما تقلقيش خالص، في ناس بتخاف تحطها بعد كده تتحرق معاها، احنا هنسيبها تتشمع كده وتتشرب من التتبيلة، وهنشيل اي زيادات فمش هتتحرق معانا وهي بتتقلي ولا اي حاجة. هنحط كويس جدا كده في بطن السمكية وفي كل الفتحات اللي موجودة فيها. بعد ما تبلناها كويس جدا مش هنقلي على طول، هنسيبها بس كده ايه، يعني زي ما بنقول كده نسيبها تتحدق شوية. بعد ما خلصتها هدخلها التلاجة نص ساعة ساعة، ما تقلقيش منها خالص، تاخد وتدي كده في طعمها. وانا كأمل بحب اكل السمك متقطع بالشكل ده، فقطعت لي سمكية بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. خلاص عدى عليها ساعة جوه التلاجة، هخرجها بقى وابدأ احضر الكوفر بتاعنا. هيبقى عبارة عن ايه، كوباية ونص من الدقيق، عليهم معلقة ونص كبار من النشا، ومعلقة كبيرة من نفس البهارات اللي احنا حطيناها في تتبيلة السمك. وهظبط الملح، ولازم يكون الكوفر طعمه حلو لان ده في الاخر بيتاكل مش مجرد دقيق. تمام. نمسك بقى كل سمكية اي بهارات او اي حاجات انت كنتي حطاها فيها زيادة، ابدأي بايديكي كده تخلصي منها قبل ما تبدري السمكة. تمام. نبدر بقى السمكة كويس جدا في الفتحات، واحنا كمان بنبدر كده في الفتحة، بنبدأ نشيل اي زي ما قلتلك اي زيادات من التتبيلة. خلاص، وهي كده كده الجزء اللي بيكون من فوق هيقع معانا في الدقيق، مفيش اي مشكلة. اما اللي من جوه ابدأي شيليه بايديكي علشان ما تلاقيهوش بعد كده تيجي تاكلي السمكة تلاقيها ايه من جوه تتبيلة مع دقيق فمعجنة. احنا هنبدأ نحط جوه، يعني نبدر كده السمكة من جوه وننفضها كويس جدا بحيث تكون كفر خفيف جدا من الدقيق. بعد ما خلصنا كل البركة اللي معانا هنركن بقى الدقيق ده على جنب، هنستخدمه مرة تانية ما ترميهوش، ومش هنقلي دلوقتي. هنبدأ ان احنا نغلفها بأي كيس بلاستيك، الراب طبعا ما ينفعش في الصينية، فجبنا الأكياس اللي فيها استك دي، هغلفها كويس جدا وهرجعها التلاجة كمان نص ساعة. دي خطوة مهمة جدا علشان لما تيجي تاكلي السمكية تحسيها ان هي مقرمشة ومفيش طبقة عجين من فوق او طبقة دقيق. وده كده شكلها بعد ما خرج من التلاجة، تحسوا كفر الدقيق اللي احنا
احنا حطيناه عجن كده عليها، وده المطلوب. نبدأ بايدينا برضو في الفتحات دي، لو في اي دقيق او اي توابل معجنة نبدأ ان احنا نشيلها، ونجيب بقى الدقيق اللي احنا كنا راكنينه على جنب ونبدر تبديرة بسيطة جدا للسمك بتاعنا. شايفين تحسوا ان الكفر يا جماعة خفيف، كفر خفيف مش كفر سميك فوق السمكية. هعمل برضو كل الكمية بالشكل ده. وفي المرة التانية لما بنيجي نحط الدقيق مش بنحط دقيق من جوه في قلب السمكية، هو فقط بيكون في الكفر كده من بره وخلاص. نيجي بقى على التحمير او القلي، زيت معانا يكون سخن، بعد كده هنهدي الحرارة للوسط. كل دقيقتين مش هنسيبها بقى بعد ما تتحمر جهة نقوم قلبين الناحية التانية، لا احنا ايدينا فيها في التقليب علشان يطلع لونها ذهبي في الاخر وتكون مستوية كويس من جوه. فكل دقيقتين 3 مثلا، في اول مرة اول ما احس ان هي شدت نفسها علشان ما تتكسرش معايا هنبدأ ان احنا نقلبها. تمام، بعد كده كل دقيقتين بديها تقليبة على الجنب التاني علشان تتحمر كلها نفس التحمير، وفي نفس الوقت تكون مقرمشة. بطلعها على مصفى، بوقفها كده على سن السمك علشان لو فيها اي حاجة زيت او اي حاجة تتخلص منها. وكده خلاص حطيت البركة التانية، اللهم بارك. السمك حقيقي عارفين اللي هو ريحته هتجيب من اخر العمارة اللي انت ساكنة فيها، لو ولادك طالعين ولا زوجك هيقولك في ريحة خطيرة من السمك اللي انت بتعمليه، تحس ان انت شطورة كده، شطورة ولهلوبة. وده شكل السمك، اللهم بارك. عايزة اقولك ان الطريقة دي ما شاء الله بتخلي السمك معاكي والله حتى بعد ما يبرد وهو مقرمش. انا كده بجرب لكم في اول واحدة احنا قليناها، تمام، مقرمشة جدا وتحفة. وتعالوا كده نشوف لحمتها بيضة ونضيفة ومتبلة وكمان مستوية. حد هيقول لي ليه ما قليناهاش من مرة واحدة؟ اول ما غلفناها كده بالدقيق رحنا قلينا على طول، طالما كده كده هنطلعها ونغلفها مرة تانية. التعليقة اللي هي بتاخدها في اول مرة الكفر بعد كده اللي احنا بنحطه بيكون خفيف جدا، يا دوبك السمكة بتتشرب منه حاجة بسيطة، فبالتالي بتقرمش معاكي لمدة طويلة، وفي نفس الوقت ما بتبهدلش الزيت وانتي بتشتغلي، وبتكون مقرمشة جدا. حد هيقولي طب ليه السمك بعد ما بيبرد مثلا لو عاملين كمية ولا حاجة بلاقي ان هو بدأ يطرى معايا او مثلا ان هو يشرب زيت؟ عايزه اقولك المكون اللي معظم الشيفات بيقولولك كتري، لان هو سبب قرمشه السمك، هو ده سبب ان السمك معاكي بيطلع بعد كده طري جدا، او بعد ما يدوبك يخرج من الزيت تلاقيه طري جدا معاكي. وهو النشا بيدي قرمشه، ولكن في النسب يعني نسب مظبوطه، ما نبالغش ان احنا نحط نشا كتير. هو لكل كوبايه كبيره بنحط معلقه كبيره من النشا، انا هنا ضايفه مثلا كوبايه ونص فحطينا معلقه ونص كبيره من النشا، لكن ما احطش مثلا قصاد الكوبايه نشا نص كوبايه، قصاد كوبايه الدقيق نص كوبايه نشا. فهتلاقي ان هو طالع من الزيت مقرمش، ولكن سيبيه كده بالظبط دقيقتين جنبك هتلاقيه رجع طري تاني. عايزاكي تجربي الطريقه دي، وبفضل الله لو عامله 10 كيلو كده من السمك وقليتيهم كلهم ورا بعض بفضل الله من اول سمكه لاخر سمكه هيكونوا على قرمشتهم لحد انت ما تاكليهم او تتصرفي فيهم. طريقه ناجحه جدا وبفضل الله هتعجبكم من اول مره، واتمنى حقيقي تجربوها، وهستنى رايكم في التعليقات. وبكده خلاص الفيديو خلص، اتمنى يكون عجبكم. مع السلامه.